غير الإسبانية اللي كانت في المدرجات لما صفرت على النشيد المصري بتاعنا وشتمونا لوحدهم كده، لقناهم بيشتمونا سبحان الله، رغم ان احنا كنا طايرين بيهم قبل اللقاء ويعني هنلاعب اسبانيا واسبانيا واسبانيا واسبانيا. ليه صفروا على النشيد الوطني بتاعنا اثناء المباراة وشتمونا كده لوحدهم من غير ما نعمل فيهم حاجة؟ والاغرب من كده ليه احنا ما كانش لينا اي ردة فعل تذكر اطلاقا؟ ولما بعض الجماهير المغربية في البطولة الاخرانية اللي كان في لقاء نيجيريا صفرت على النشيد الوطني، الدنيا قامت وما قعدتش، والصحافة تهاجم والاعلاميين تهاجم والمدرب مش عارفين نقعده وطلع ويتكلم وينتقد، رغم ان الجماهير المغربية ده كان رد فعل، يعني كان رد فعل على صحافة او صحفيين مصريين قالوا كلام ما ينفعش على المغرب وعلى البطولة اللي مقامة في المغرب، والمدرب برضو ديالنا اي بين قوسين بتاعنا طلع قال كلام ملوش لازمة، فده زعلهم واستشهد الاشقاء المغاربة وقالوا احنا من بداية البطولة واحنا عمالين نشجعكم، اللي يخلينا نعمل حاجة تضايقكم مرة واحدة كده مش هتيجي بلا سبب، فاسألوا نفسيكم البعض منكم عمل ايه خلانا ان احنا نعمل كده؟ ما هو احنا لو كارهينكم او حاقدين عليكم من البداية مش هندعمكم، مش هنساندكم، مش هنروح بعشرات الالاف ونسيب شغلنا وحالنا ومالنا واولادنا وعائلتنا ونقعد لكم في المدرجات وقبل انطلاق اللقاء بسويعات. معنى ان احنا من البداية احنا بادئين حلوين اهو، كنا حلوين معاكم البداية من عندنا، قدمنا السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس واستنينا منكم تقدموا، حتى الجمعة ما لقناش فزعلنا. يعني باختصار اللي عمله بعض الجماهير المغربية يوميها كان له سبب، اما اللي عمله الاسبان لم يكن له اي مبرر، لوحدهم كده لقناهم بيعملوا كده. والاغرب من كده لما بعض المغاربة عملوا كده كان في انتقاد حاد، وشوفوا المغاربة بيعملوا ايه وشوفوا بيعملوا ايه وبيخلوا ايه وهجوم، وده يتكلم وده يطلع وده يدلي بدلوه. انما لما اسبانيا عملت ما حدش نطق بحرف، كما قال الاديب والمفكر اليوناني الكبير سعيد عبد الجليل: اذا عرف السبب بطل العجب. وده هو اللي احنا هنركز عليه في حلقة اليوم مع بعضنا، وممكن تكون طويلة حبتين. يا راجل ده المدرب بتاعكم ما كناش عارفين نقعده، الله، وطلع يقول انا هلاقيها من التصفير على النشيد ولا الاقيها من الناموس اللي مال البنسيون ومال البلد. ناموس، الناموس الواحدة داخلة على ربع متر عمالة تقرص في مناخيري ووداني طول الليل. هركز انا بقى للتكتيك ووضع الخطط والمنافسة على اللقب، انا طول الليل بحارب في الناموس، معارك ضارية مع الناموس. الله، قولوا لي بقى، حطوا نفسكم مكاني، اعمل ايه؟ ولما عطفا يعني انه قبل الكلام ده لما فاز على الكوت ديفوار في ربع النهائي طلع قال احلى كلام، وانا اول مدرب يلعب بخطة 5-3-2. كان المراسل، الفيديو ده موجود صوت وصورة، مراسل بيسأله بقى يعني ماذا تقول بعد الفوز؟ قال له انا وبفضل الله وبعون الله. والله ما قال بفضل الله وبعون الله، هو قالها كده على طول، قال لك انا اول مدرب يلعب ب5-3-2. وكلهم بدأوا يقلدوني، كلهم بدأوا يلعبوا الخطة دي لما شافوا ثمارها معايا وشافوني ان انا بلعبها. فالمراسل قال له الله ازاي؟ قال له ما هو انا مش 5-3-2 كده، ده في تكتكة، في تكاتك في العالي، الشغل في العالي حكيم، انا راجل صاحب مزاج في الشغل مش اي كلام. قال له ازاي يعني؟ قال له يعني مثلا عندنا الباكين بيطلعوا بدال المهاجمين، واخد بالك، والمهاجمين بينزلوا تحت المساكين، واخد بالك، والجناحين بيضموا على الهدافين، واخد بالك، والليبرو بينحدر للشمال مش اليمين، وحارس المرمى ساعات بياخد زاوية 90 فوق المرمى مش تحت بعدين، وتلاقي بقى المهاجم راح خد له غطس في النص. المهم ان هم كلهم في النهاية بيجتمعوا حوالين دايرة السنتر، ودي هي الخلاصة العبقرية التكتيكية اللي احنا ماشيين بيها. كانت النتيجة ان راح لاعب السنغال بعدها اول تسديدة يشوطها كانت في الدقيقة 96 من المباراة وخسر وخرج. طبعا هذه الاسئلة كلها بقالنا يومين يسألها الاشقاء المغاربة عندي انا على قناتنا، لو بيسألوها في العموم بس بكلمك كمان بشكل شخصي، يعني على القناه بتاعتنا على اليوتيوب دي كوره كاش، مفيش من بعد انتهاء لقاء المغرب مصر واسبانيا الا هذه الاسئله اللي احنا سالناها. راجل لما البعض صفر ما خلصناش، واسبانيا لما عملت كده وشتمت كمان
رغم ان احنا كان معانا حق لما البعض عمل كده، ما حدش يتكلم من عندكم، ما تتحدث عن هذا الموضوع ولا مدربكم. يعني الكلام اللي انا قلته لك ده كله هي اسئله للاشقاء المغاربه، اخوه واخوات في اليومين اللي فاتوا، ومعهم كل الحق في هذه الاسئله، عشان بس نبقى متفقين. وقلناها قبل كده، اشقاء المغاربه مش هيهتموا بموضوع قوي ويعني يتغلغلوا فيه الا لما يكونوا طرف فيه. فهم ما حدش، اصل في البعض يقول لك ده لقاء بين مصر واسبانيا يدخل، ما هو في البعض يقول لك كده ايه حشر المغاربه في النص يعني. لا، هم عشان كانوا طرف في موضوع مشابه قريب، فبقول لك الله ما هو عملوا نفس اللي عملوا اكتر، انت ما ردتش. واحنا لما عملنا وكان بسبب وبينا اماره ان احنا جدعان معاكم من البدايه وبنحبكم، ما خلصناش، دعنا بقى نجيب. هذا الكلام اللي احنا قلناه كله ليس كلامي، انما هو كلام للاسئله اللي بيسالها الاشقاء بتوعنا. هنتكلم بقى في الكلام بتاعي دلوقتي. اولا انا عايز اقول بس شيء في البدايه قبل ما نخش على هذا الكلام اللي هو مهم اصلا. يعني واحد مصري، لما واحد مصري يطلع يقول المغاربه صفروا على النشيد الوطني ديالنا، نقول له عيب، نقول له عيب، تمام؟ عشان بس نبقى منطقيين. اللي كانوا في المدرج يوم مصر ونيجيريا وصفروا على النشيد كام؟ 10,000، 20,000، يا راجل قول 100,000، رغم ان هذا العدد اكبر بكثير مما كان. نفترض ان هم 100,000، تعداد الاشقاء المغاربه في المغرب وخارج المغرب 40 مليون او يتخطى او نحو ذلك. يبقى انا لما احكم من خلال 100,000 او اقول ان في 100,000 مغربي، ده عدد كبير بالمناسبه، اللي صفروا ما يجوش للعدد ده اطلاقا. لما اقول كده ببساطه انا ممكن اقول لك في اكثر من 40 مليون مغربي ما صفرش على النشيد الوطني ديالك. فعيب ان انت تاخد ذنب الجميع بفئه قليله. وبرضه لما يطلع واحد مغربي يقول المصريين شتمونا في الكان الاخيره، اقول له عيب، لان احنا عددنا 120 مليون. الاعلاميين واللاعبين والصحفيين اللي قالوا كلام يعني وانتقدوا، قالوا كلام ما هماش مش عاجبك، عددهم بالبلدي كام يعني؟ نص مليون، مليون الا ربع مليون يا راجل، ده مليون، ده عدد كبير قوي. ده انا جايب لك كمان لو حد كتب كومنت حتى مسيء او ما عجبكش، مليون مش كده؟ في 119 مليون لم يمسوك بحرف واحد. يبقى انا كمغربي اما اتكلم ما اقولش المصريين، اقول بعض المصريين. وانا كمصري اما اتكلم ما اقولش المغاربه، اقول بعض المغاربه. ده كمان عشان علاقتك بربك يعني، لا تعمم، لان انت اما بتعمم معناها كل المغاربه ومعناها كل المصريين. واقسم لك بالله واقسم لك يا اختاه ان في ناس سواء في المغرب او مصر لا يعلموا بالواقعتان حتى الان. يعني في ناس مغاربه ومصريين ما يعرفوش اصلا اللي حصل في لقاء المغرب مصر ونيجيريا واللي حصل في لقاء مصر واسبانيا. تخيل، لحد هذه اللحظه هناك ناس لا تعلم الامر. طب ليه الناس دي ذنبها ايه؟ اما اقعد انا اجمع كل المغاربه واقول ده عمله، او اجمع كل ده، الراجل ملوش علاقه او الست ملهاش علاقه بالبلد كده، لا ليه في الطور ولا في الطحين، يبقى ما تاخدش ذنبه. لان معظم اللي بيتكلم بيقول مثلا المصريين عملوا كذا، وكتير مش هقول معظم بيجي الشاتم في الاخر. فالشتمه بتاعتك دي لفت على جميع المصريين. واقول كده لاي واحد مصري ممكن برضه يعمل نفس الكلام، المغاربه صفروا فالمغاربه ليه؟ ناس ملهاش علاقه، ليه انت تشتمها؟ فلما تتحدث تقول البعض، وانا عامه اكره التعميم وضده. وفي ناس بتاخدها العاطفه شويه، يعني هو كل علاقته بالرياضه هو اللقاء. فلو مصري شاف في لقاء مصر ونيجيريا جماهير من المغرب قله قليله طبعا بتصفر، هو العاطفه بتاخده. هو ما يعرفش ان في 2006 ان بعض المصريين برضه صفروا على النشيد المغربي، وما يعرفش ان المدرب بتاعنا قال كلام ملوش لازمه، وما يعرفش ان في بعض الصحفيين المصريين قالوا على المغاربه كلام ملوش لازمه. هو غير ملم. هو راجل بدايه علاقته بالمباراه من اول ما ابتدى، فبيسمع المباراه شاف تصفير فطلع العاطفه مع شويه اندفاع. الناس دي عاده بتكون كتير منها من المندفعين، فده اللي حركه وتكلم. ونفس الكلام في الجانب المغربي، هو يحركه شيء واحد فقط، الغيره، بيدافع الغيره عن الفرقه بتاعته فقط لا غير. انما هو لا بيحب ولا بيكره، هو الموقف بيتعامل مع الموقف. ومع هذا لا نبرر الخطأ، بس انا بشرح لك نفسيا حته عميقه شويه ممكن كتير ما يكلمكش فيها. هو ده بيكون نابع من ايه؟ حب والغيره الشديده، وانت واخد بالك مع الموقف في لحظه سخونيه طلع بلبل بقى، فاهمني انت واخد بالك؟ هذا هو الامر. دي بس اول نقطه عشان نكون متفقين.
وما تزعلش مني، صدقني انا لك من الناصحين. اصل في رب هيحاسبنا في الاخر، انت فاهمني؟ هيجي يسالك يقول لك هو انت شفت كل المغاربه يعني عملوا شيء اغضبك؟ هتقول له لا. هيقول لك طب ليه انت شتمت كل المغاربه؟ ونفس الكلام هيجي يقول لك انت شفت كل المصريين يسيئوا ليك؟ هتقول له لا. هيقول لك طب بناء عليه انت شتمت كل المصريين؟ مش بجيب من عندي، ده شيء معروف ولازم احنا ما تضيعش اخرتك يعني، محدش هينفعك في الاخر. ده والله حاجه ليك اخويه محبه، ما تزعلش مني يعني. كل واحد هيقول يلا نفسي ساعتها، مش هتلاقي حد معاك يعني، او حتى اللي انت كنت بتدافع عنهم او خلينا بس نكون منطقيين. فالانسان يبقى ايه؟ يفكر في الامور قبل ما ياخد اي موقف. هذه هي الجزئيه الاولى. اما الجزئيه الثانيه، القول بان الصحافه والاعلام المصري والاتحاد المصري والجماهير المصريه لم يكن لها اي رده فعل بتاتا على افعال بعض، بقول لك بعض برضه، افعال بعض الجماهير الاسبانيه، هذا قول عاري تماما من الصحه. على الفور تقدم الاتحاد المصري الرياضي بتاعنا بشكوى رسميه ضد ما فعلته الجماهير الاسبانيه. ولو انت ما انتش مصدقني اسال بره، يعني خش على جوجل كده شوف، تاكد، يمكن انت تكون ما انتش المصداقيه يعني عندي بالنسبه لك مش واصله الليفل مطمئن. هو الاتحاد الرياضي بتاعنا احنا نختلف معاه كوره، انما هم كاشخاص محترمين، بس عشان اكلمك كل شخص محترم. لا بنتكلم عن الفعل محترم، انما بنتكلم عن افعال. فرياضيا نتكلم نقول ليه ايه وعليه، انما كالشخص ده راجل محترم قولا واحدا بس تقدم على الفور بشكوى رسميه ضد الاسبان وما فعلوا. ثاني شيء، كافه الجماهير والصحف ويمكن اكتر كمان من اللي تحدثت على المغرب هاجمت الامر. خش على اي، برضو ما انتش مصدقني انا معاك في كل شيء عشان ااكد لك كل حاجه انت عايز تتاكد. خش على اي صفحه او عند اي صحفي مصري تحدث عن هذا اللقاء بتاع مصر واسبانيا، وشوفوا تحدث وهاجم الاسبان وما فعلته الجماهير الاسبانيه ولا لا. متفقين وحلوين لحد كده؟ ثالثا، مين قال لك ان الاعلام لم يتحدث؟ ده عقب المباراه سيف زاهر وضيوفه تحدثوا عن هذا الامر وانتقدوه وهاجموه وقال لك غير لائق ولا يليق وليه يعملوا كده. فحته ان اقول الاتحاد والجماهير والصحافه والاعلام المصري لم يكن له رده فعل، لا كان ليه وشديده جدا. ده يمكن كمان اكتر. انت عارف اكتر ليه؟ لان احنا قدمنا شكوى رسميه في الاسبان، ما عملناش ده مع المغرب، مع بعض الجماهير المغربيه. اقول انا وضحت في البدايه يعني هنا في تصعيد اكتر، بس عشان ايه؟ ما حدش يضحك عليك ويقول لك حاجه تسخن الدنيا وتولعها وتوقعنا لا قدر الله في بعض. وانا قلت لك ازاي تتاكد من هذا الشيء. يبقى دي نقطه خلصنا منها. نيجي للنقطه الثانيه. طب المدرب ده لكم كان عمال لا على حامي ولا على بارد، ويقوم ويقعد ويهاجم وينتقد، وازاي والناموس والبراغيث والدبان والفيران والقطط والحاجات دي كلها. ليه؟ هنا كان كده، وفي هذه الواقعة ما نطقش بحرف يا ولدان. طب انت ما عرفتش الإجابة؟ يعني انت لما سألت هذا السؤال ما فيش إجابة وصلت في دماغك كده؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ بيننا وبين بعض كتاب. لو عرفت قول لي في التعليقات. اللي عرف يقول لي في التعليقات عرفت يا راجل. لما سألت نفسك هذا السؤال ما وصلتش للإجابة لسه لحد دلوقتي؟ مش معقولة. رد عليها في التعليقات لو وصلت او عرفت قول لي عرف. طبعا خلونا نتكلم بشكل اعمق شويه، انا بهزر مع حضراتكم يعني. ما فعله كابتن حسام حسن في الجانبين او في الواقعتين، اولا احب اقول لك هو التصرف الشخصي، هو المسؤول عنه، هو من يسأل عنه، دي حاجه تمثله، ومواقف ليه علاوه على شيء عايز اقول لك عليه. اوعى تفتكر ان حسام حسن مع احترامنا ليه يعني لما عمل هذا الامر وقال كلام زعل المغاربه ان مفيش حد من المصريين رد عليه. الاتحاد المصري بتاعنا وجه له انذار شديد اللهجه وانذره. اتكلم في الكوره، مالكش دعوه بالبلدان والتنظيمات والتاريخ. وان كان هذا الانذار بشكل ودي، ويمكن هذا كان احد ركز في كلامي الاسباب اللي خليته يكون محافظ في لقاء الاسبان في كلامه يعني. يمكن قال له ده الانذار الاخير، لو تكرر الشيء مشابه انت مش معانا. انا بس بجيب لك من الاخر لانه قلت لك ناس محترمين. هو مش عايز مشاكل مع المغرب، والاتحاد الرياضي المصري بتاعنا عاوز مشاكل مع المغرب ليه؟ ليه؟ احنا عندنا كام لاعب مغربي في الدوري المصري؟ احنا النهارده بنفكر في المدربين المصريين يجوا يقودوا المنتخبات بتاعتنا، احنا النهارده بنفكر جديا نعمل معايشه فيه مع المغاربه عشان نتعلم منهم وندرس النموذج الرياضي المبهر اللي خلى العالم كله يقف احتراما لهم ونحتذي بيه. ليه هيخسر المغرب او ليه هيكون ضد المغرب؟ ده بس انا بوضح لك كل الامور. مش بس كده،
كتير من الصحف والناس هاجمته، وانا نفسي هاجمته حسام حسن لما عمل كده. اللي كان معانا طبعا وقديم شاف هذه الحلقات، رضا عبد العال، واحد من اقوى الاصوات الرياضيه، ما كانش اقواها في مصر. اقسم بالله انا جايب له فيديو برضه اللي كان معانا وعارض الحلقه. طلع قال له انت مالك ومال المغرب؟ مالك ومال المغرب؟ انت رياضيا في حته والمغرب في حته تانية خالص. وبطل كل ما تقعد تقول انا وانا انا وانا انا وانا. انت لا تصلح وما عندكش افكار وما تنفعش لينا لمنتخب مصر. الفيديو موجود. مش بس كده، برضه ردا على هذا الامر شيخ المدربين عندنا حلمي طولان، اقسم بالله عرضت هذه الحلقه، قاعد مع المذيعه في برنامج على الهواء، قالت له ايه رايك في حسام حسن؟ قال لها ما ينفعش. قالت له والله ليه؟ قال لها لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يضرب. ده طبعا غير الهجوم اللي لازال حتى الان من كثير من الاشقاء المغاربه عليه نظرا لما قالوا ولما فعلوا. واوعى تفكر ان مثل هذه الاشياء على مدرب في كره القدم بالامر الهين، عشان تبقى انت فاهم. دي اقوى من الرصاص. الكلام اللي بيتقال ده ان يطلع ناس سواء زي رضا عبعال او حلمي طولان وغيرهم الكثير، بس انا كلمتك عن النموذجين اللي انا عرضتهم وقتها، انا اتكلمت عن دول او عرضت دول. ناس زي دول ليهم ملايين المتابعين جوه مصر وبره مصر، اما يطلعوا يقولوا عليه كلام زي ده اوعى تفتكر ان ده بالساهل نفسيا او حتى مستقبليا على تاريخه بتاع التدريب. فلا تعتقد ابدا ان ما فعلوا في المغرب مر مرور الكرام، والله ابدا، والله ابدا. واجزم لك لو رجع به الموقف تاني ما فعله، يعني لو رجع به الزمن تاني لم يكن ابدا ليكرر هذا، وانه ندم اشد الندم، لانه شاف اللي جناه ايه في الاخر. لم يجني شيء غير الهجوم وغير التقليل وغير منادات الكثير برحيله وغير الكثير طلع قال هيبوظ لنا علاقتنا مع البلدان. وكان عايز ده وكان يرمي لده بالعقل. في حد عاقل في الدنيا هيبقى عايز يعمل فعل يكون نتيجته ده؟ فما تفكرش ان الموضوع مر مرور الكرام. واول حاجه في الختام، سواء مصر سواء المغرب دول بلدين كبار جدا وضاربين بجذورهم في اعماق التاريخ. ما يجمعهم اكثر بكثير من مباراه كره قدم او مدرب قال او اعلامي قال او بعض الجماهير انفعلت او هذا هنا او هناك. تعرف يعني ايه المغرب؟ تعرف يعني ايه مصر؟ ده اسمين كبار قوي، كبار قوي فوق ما انت تتخيل. عيبا ما نخلي الايقاع او المتحكم في الموضوع بينهم هو الرياضه او كره قدم. ده للترفيه يا اخوانا، الرياضه دي للترفيه. نلعب، نهزر، نتنافس رياضيا ونتعصب جوه اللعبه، نرفزه لعب، وانتهى اللقاء ننسى، لاننا احنا اكبر من كده بكتير وما يجمعنا اكثر من كده بكتير. فلا تدعوا مجالا لبعض المغرضين اللي بيستغلوا مثل هذه الاحداث عشان يولعوها نار. احنا المفروض اوعى واذكى منهم بكتير، احنا اذكى منهم بكتير، ودي قلناها قبل كده. لا تدعوا يعتقد انه انتصر عليك مهما تعمل. انا فاهمك وعارفك واذكى منك. اتنرفز في المباراه عادي، اتنرفز عقب انتهاء المباراه عادي، كلها نرفزه لعب. انا وانا بلعب مع اصحابي بنتنرفز على بعض، سواء بلعب كوره او بلعب بلاي ستيشن. ممكن نتخانق، صاحبي اللي انا متربي معاه ممكن نتخانق، وممكن يعني الواحد بيقول كلام ما ينفعش اقوله. شوف واصل لدرجه ان ما ينفعش اقوله لحضراتكم على الشاشه، بس هو يعني نرفزه لعب، غضب لعب، خلص اللقاء، تكلم الماتش او اللعبه، تكلمنا في موضوع تاني نسينا. ده صاحبي يجمعنا اكبر بكثير من ماتش كوره. خلاص احنا خدنا التجربه بحلوها بانفعالها بعصبيتها بمرها خلاص خدنا التجربه، استمتعنا بيها بكل جوانبها، خلصت خلاص. احنا الاساس. العقليات لما تبقى كبيره تبقى كده. في الختام بعتذر عن الاطاله، وزي ما بقول عاده في الحلقات اللي هي الطويله دي، اللي شايفني اني طولت يقول لي طولت، والله ما هزعل، لان انت بتعمل لي زي كنترول كده في الحلقات القادمه. لما الاقي عدد مثلا كبير بيقول لي انت طولت، لا احاول اظبط التايم شويه. فلو انا طولت يا ريت ما تنحرجش مني او تكسل، يهمني اعرف وجهه نظر حضراتكم. قول لي انت طولت. اما السؤال الاخير، هل وصلت الصوره وتتفق على ما جاء في هذه الحلقه؟